في حاجة صغيرة أنا حابب أتكلم عنها في تصريح من تصريحات إدارة النادي الأهلي، بصراحة ما كانش مفهوم بالنسبة لي، أو فكرة مردوده ما كانش مفهوم بالنسبة لي، فيا ريت تسمعوني للآخر وتقولوا لي إيه رأيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. الاول كده على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي في كلامنا على طول. النادي الاهلي من فتره خرج وقال ان اكبر ميزانيه في الشرق الاوسط الى غيره هي الميزانيه بتاعه النادي الاهلي او ميزانيه النادي الاهلي. طيب فين مردودها بقى؟ السؤال المهم، فين مردود الكلام ده على النادي؟ والفكره عشان بس نبقى فاهمين، الجمهور العادي او اغلب جمهور المصري ما يهمهوش المنشآت قوي، لانه مش هيزورها اصلا ومش هيشوفها اساسا. يعني فكره ان انت تعمل كام فرع، كل الكلام ده الجماهير العاديه او الجماهير الموجوده في الشارع او الجماهير العاديه اللي زينا بتشجع كوره، الكلام ده كله ما يهمهمش قوي، قد ما يهمهم ان هم يشوفوا التصريحات دي او مردود الكلام دوت على فريق كرة القدم. طيب انت كنادي الاهلي بتقول ان انت حاليا دلوقتي اكبر ميزانيه، ازاي بتقف صفقات على 50,000 و100,000 و200,000 دولار؟ الكلام ده كده مش عقلاني، كده في مشكله او كده في اتجاه تاني لفكره ان انت ممكن بتحضر الفريق او الفريق بقى نادي استثماري او الى غيره، اكتر من انه نادي بيحمل اسم اللعبه الشعبيه الاكبر والاكتر واللي مخليه النادي الاهلي في شعبيه كبيره بالشكل ده هي كره القدم. كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى في مصر، واللي مخليه اسم زي نادي الزمالك واسم زي النادي الاهلي واسم زي نادي الاسماعيلي والكلام ده كله هي كره القدم، مش اي لعبه تانيه ومش اي منشآت ايا كان المنشأ ده فين. كل اللي يهم الناس او المشجعين في مصر هو فريق كرة القدم. فزي ما بقول، انت عشان تقول ان انا الاكبر ميزانية في الشرق الاوسط او الاكبر ميزانية لو الجماهير ما شافتش المردود ده على فريق كرة القدم، هنا هتبقى في مشكلة بالنسبه للجماهير. انا ما استفدتش حاجه من ان انا بقيت اكبر ميزانيه الى غيره، انا بخسر افريقيا وبخسر الدوري وغيره ان انا مش قادر اجيب صفقات ومتحمل عبء لعيبه بقت يعني سيئه جدا. وده اللي قاله كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وبصراحه كان تصريحه كان صح. الراجل قال ان النادي زي النادي الاهلي المفروض ان هو في كل انتقالات يبقى فيه تطوير دائم للفريق، لان النادي المفروض ان هو بيصارع على اكبر البطولات سواء الدوري المصري او بطوله افريقيا. فانت ازاي ما بتطورش نفسك وازاي ما بتدفعش فعلا الفلوس اللي يستحقها كل لاعب؟ واحد زي فافونا دلوقتي رايح خلاص نادي تشيلسي، انت الصفقه وقفت على 100,000 دولار، فازاي؟ وخد بالك في فتره من الفترات جماهير النادي الاهلي او جزء كبير من جماهير النادي الاهلي كان بيعترض على واحد زي محمود طاهر في ان هو محول النادي استثماري، ان هو بيجيب لعيبه وبيبيعها بعد كده. لكن محمود طاهر كان انجح بكتير، محمود طاهر كان بيجيب فعلا لعيبه جودتها كويسه جدا، واحد زي ايفونا، واحد زي علي معلول. فالراجل كان بيجيب لعيبه لا جودتها فعلا كويسه، والنادي حتى لما بيبيعها بعد كده بيستفيد منها ماديا كويس جدا. لكن انت الاداره اللي موجوده دلوقتي، واحد زي ميكيسوني ايه الاستفاده الماديه من وراه او ايه الاستفاده الفنيه من وراه؟ واحد زي بيرسيتاو ايه الاستفاده الماديه من وراه وايه الاستفاده الفنيه من وراه؟ حسام حسن نفس القصه، شادي حسين لحد دلوقتي نفس القصه. فانت بتجيب صفقات وبتجيب لعيبه لا بتستفيد منها ماديا ولا بتستفيد منها فنيا. يبقى انا ايه اللي استفدته؟ واحد زي حسام حسن لما انا ادفع فوق ثمنه 200-300,000 واجيب لاعب سوبر يقدر يحقق لي بطولات واقدر كمان بعد كده ابيعه، يبقى انا حققت الاثنين، المكسب الفني والمكسب المادي. لكن لما انا اجيب لاعب واسترخص في لاعب وان انا اجيبه اقل 100,000 ولا 200,000 ولا استفيد منه فنيا ولا ماديا، يبقى انا كسبت ايه؟ انا كجمهور استفدت ايه؟ واستفدت ايه من فكره ان انا بطلع اقول او الاداره بتطلع تقول ان انا الاكبر ميزانيه في الشرق الاوسط؟ لا، في نقطة هنا لازم تفهمها إدارة النادي الأهلي. فكرة إن أنت تكون أكبر ميزانية في الشرق الأوسط لازم يكون مردودها واضح وباين على فريق كرة القدم، لأن ده الشيء الأهم والشيء اللي يهم أغلب جمهور الرياضة في مصر. كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى. فأنت ميزانيتك لو فكرة أنت بتقول أكبر ميزانية ومردودها ما بانش على فريق الكورة، أنا شايف إن أنت لا، كل الكلام ده هيبقى في الهوا ومش مش هيعمل حاجة غير إن هو يعصب الجماهير عليك أنت كإدارة. فأنا شايف على إدارة النادي الأهلي إن هي تاخد بالها كويس قوي من النقطة دي، لأن الأخطاء بقت كتير جدا وصعب على الجمهور إن هو يستحمل تاني خسارة دوري وخسارة أفريقيا. أنا شايف إنه هيكون صعب. فكرة إن أنت كمان يتحط في عهدك إن أنت النادي الأهلي بيخسر لأول مرة في تاريخه 3 بطولات دوري متتاليين، ده شيء بصراحه صعب جدا. وانا شايف ان على اداره النادي الاهلي في صفقات يناير ان هي تتصرف بسرعه وتبين فعلا ان هي اكبر ميزانيه موجوده في الشرق الاوسط. ده رايي الشخصي في الموضوع، وممكن غالبا يكون غلط، واتمنى ان انتم تشاركوني رايكم في التعليقات.